حبايبي الحلوين، كل سنة وانتم طيبين. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات مهرجان الكرازة 2024 من مسابقة الدراسية لمرحلة حضانة. يلا بينا نبدأ ونسمع القصة بتاعتنا. الدرس التاني، الشموع والأنوار في الكنيسة. يلا نشوف الحكاية بتقول ايه. ربنا يا لولو كمان هو اللي ادى لكل واحد ميزة تميزه عن باقي المخلوقات. يعني ايه ادى كل واحد ميزة؟ ميزة يعني صفة حلوة، ممكن تكون صغيرة وممكن تكون كبيرة، وبيطلب مننا اننا نستخدمها بشطارة وامانة ونحاول نكبرها. اللي بتعمليه يا لولو حقيقي محدش غيرك يعرف يعمله، واللي انا بعمله كمان محدش غيري يعرف يعمله. معاكي حق يا شموسة، ربنا خلاني انا بس اللي بعرف اعمل العسل والشمع. حتى شوفي كده الشمع الجديد اللي عملته. كل ده انت عملتيه، انت شاطرة جدا. فعلا لولو شطورة جدا، وشمعها من أجمل شمع موجود في خليتنا. أنا فرحانة بيكي جدا يا لولو، وعايزة أفرحك وأقولك إن الشمع بتاعك اخترته يكون من ضمن الشمع اللي هيروح الكنيسة. ايه، افتكرتك هتقوليلي هنبني بيها خليتنا الجديدة. الشمع ده انا تعبت فيه جدا ومش عاوزاه يروح اي مكان غير خليتنا وبس. انتي مش موافقة علشان مش عارفة قد ايه دي حاجة جميلة. لما تعرفي اهميتها هتغيري رأيك. تعالي اشرحلك. الشموع والانوار في الكنيسة، لان ربنا هو النور الحقيقي، ولان الكنيسة هي بيت ربنا، علشان كده هنلاقي الكنيسة الجميلة مليانة بالنور. وكمان ربنا وصى من زمان ان بيته يكون منور على طول، وعلشان كده الشمع بيكون موجود في كل صلوات الكنيسة، لان كل شمعة عاوزة تقول لنا على حاجة، يعني بترمز لحاجة. هقولك زي ايه. في شمع بيكون منور قدام ايقونات القديسين في الكنيسة، علشان يقول لنا ان القديسين كانت اعمالهم حلوة وبتفرح ربنا، وبقيوا نور لكل اللي حواليهم. وفي شمع كتير بيكون في الهيكل في الكنيسة، زي الملائكة والقديسين الموجودين حوالين عرش ربنا. وكمان في شمعدانين فيهم شمعتين فوق المذبح، شمعة يمين وشمعة شمال، بيفكرونا بالملاكين اللي ظهروا عند القبر بعد قيامة الرب يسوع. وفي شمعتين بينوروا عند قراية الإنجيل، بيمسكهم شماس يمين وشماس شمال المنجلية، لأن الإنجيل هو كلام ربنا اللي بينور حياة كل اللي بيسمعه ويحفظه ويعمل بيه. وايه هي المنجلية دي؟ المنجلية كلمة قبطي معناها المكان اللي بيوضع عليه الإنجيل في الكنيسة، وهي بتكون عالية بيوضع عليها الكتب اللي بتتقري في الكنيسة، وكل اللي بيقرأ عليها لازم يكون واقف. والكنيسة القبطية بتستخدم يا إما منجلية واحدة يا إما منجليتين. المنجلية بتبص ناحية الشرق ناحية الهيكل، بنقرأ عليها القراءات باللغة القبطية. ومنجلية تانية بتبص ناحية الغرب ناحية الشعب اللي بيصلي في الكنيسة، دي بنقرأ عليها القراءات بلغة الشعب. والمنجلية بتكون مصنوعة من الخشب ومتزينة بصلبان، ومكتوب عليها آيات من الكتاب المقدس بتوضح لينا ازاي ان كلمة ربنا هي اللي بتنور حياة كل اللي بيسمعها وبيعمل بيها. زي الآية اللي بتقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، دي هنلاقيها في مزمور 119 آية 105.
نقول الآية مع بعض مرة كمان. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مزمور 119 105. وبكده كل واحد بيسمع كلمة ربنا ياخد باله ازاي يعمل أعمال حلوة تخليه نور لكل اللي حواليه. ياه، أنا فرحانة جدا يا كوين إنك اخترت الشمع بتاعي يروح الكنيسة، وأوعدك إني دايما أعمل شمع كتير جميل علشان ينور في الكنيسة. انتي دايما شطورة يا لولو.